في المتحف المصري الكبير في جانب محدش بيشوفه، مش القاعات الضخمة ولا التماثيل اللي بتخطف العين، لكن وراء الكواليس بيحصل سحر علمي حقيقي جوه معامل الترميم والتحليل. في فريق بيشتغل على توثيق رقمي وتحليل غير مدمر للآثار، بمعنى بسيط يعرفوا كل حاجة عن القطعة من غير ما يقصوا منها ذرة واحدة، باستخدام تقنيات زي التصوير بالأشعة تحت الحمراء اللي بيكشف الطبقات الخفية من الزخارف أو النقوش، الأشعة فوق البنفسجية لتحديد أماكن الإصلاحات القديمة أو المواد العضوية، المسح ثلاثي الأبعاد اللي بيخلق نسخة رقمية دقيقة للقطعة قبل وأثناء وبعد الترميم، التحليل الطيفي لتحديد نوع الألوان والمعادن بدون ما يلمسها حد. كل معلومة بتتوثق رقميا وبتتحول لملف بيحكي قصة حياة كل قطعة من أول لحظة اكتشافها لحد لحظة عرضها في القاعة، والنتيجة إن أي باحث أو مرمم بعد كده يقدر يفتح الملف ويفهم الآثار زي ما يكون قدامه بالظبط من غير ما يعرضه لأي خطر. في المتحف المصري الكبير العلم مش بس بيحافظ على الماضي، ده بيخليه يعيش رقميا كمان.